وقفي على رجليكي. شو رح تعمل يعني؟ شو بدك تقتلني؟ قبل ما تحكي لي الحقيقة ما تحلمي انك تطلعي من هون. يلا لشوف، تحركي قدامي يلا. بتمنى انه الحبسة هون بهالغرفة ترجع لك عقلك شوي، يا اما احكي اللي صار كله وبتروحي على بيتك بعدين، يا اما هي الاوضة بتصير ابرك. لما رح يعرفوا اني ماني بالبيت رح يخبروا الشرطة، وساعتها انت رح تكون بورطة كبيرة. سوزان خانم، ما رح يخطر ببال حدا انه يدور عليكي هون. واصحك تفكري كمان انك تهربي من هون، لانه ليكي الشبابيك عليها حديد. وبعدين لا تفكري كمان انك تصرخي، لانه حوالي لا في انس لحتى يسمعوكي ولا حتى في جان. تصبحي على خير. جبت لك حليب سخن يا خانم بيهديك شوي. شكرا، يسلموا ايديكي. صحتين وهنا. امي بتكون بأوضتها؟ اجت المساء على البيت وغيرت ثيابها يا خانم وقالت انه طالعه، بس ما بعرف اذا رجعت ولا لسه. بتحبي روح شوف لك اياها؟ لا 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 خلص ما في داعي، بس انا قلقت لاني ما شفتها تحت، واصلا انا رح نام. تصبحي على خير. وانتي من اهله. هذا حلم مو؟ انا مو مصدقه يا. لا أنا مو غلطانة يا قوت، عم تعمل فطور. الروايح بتطير العقل، أنا جوعانة كتير. ياقوت كأنه الكيك جاهز وشايفتك لابسة، بس لا تحلمي تطلعي لا فيه. هي لأمين بيك. بلا حكي فاضي، رح تدوقينا منه ما هيك؟ لا طبعا، بس إذا بقيتوا عاقلين بعملكم وحدة. معناها أنت أبدا ما بتحبينا ياقوت. ما عم صدق. أوف يا هذا الحاضر بعد اللي عمله أمين بيك حابة إني أتشكره. طبعا هذا ولا شيء مقابل اللي عمله، بس هذا اللي بيطلع بإيدي هلأ بالوقت الحاضر، وبتمنى أمين بيك يحبه. أنا لازم يروح. ياقوت انتي مانك رفيقتي، ريحته بتطير العقل وانتي مو رضيانة تعطيني حتى شيف. روان أنا قلت لكم إنه هذا مو إلكم، وبالبردقان كمان، وأنتي ما بتحبي البردقان أبدا. رح تاخدي المفتاح من صاحب البيت مو هيك روان؟ رح اخده، بس رح روح على الشغل بالاول. قلتي شغل؟ بس اليوم السبت. ايه بس ما عم بشتغل بارت تايم. مزبوط. شو بدي اقول لك ياقوت، انا كمان رايحه على جتالجا اجيب اغراضي، اذا بتحبي منروح سوا. لا انا حابه لحق امين بيك قبل ما يطلع. بس اذا خلصت شغل على بكير حاكيني، يعني بجي لساعدك وقتها. يلا باي. سلامة. عن جد راحت وتركتني.
لا 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 لا. ايه سوزان خانم، قررتي انك تحكي ولا لا؟ مفهوم. بتوقع انه حضرتك عجبتك الاقامة عندي ورح تضلي اليوم كمان. حبيتي البيت ما؟ كتير، ما بتتخيل قديش. اياكي تفكري انك ما رح تجوعي كمان شوي سوزان خانم، وهي القهوة والسندويشة سويتن الي انا. لا تأخذيني، بعتذر منك، بس الفطور مو داخل مع الإقامة. ما فيك تجبرني اني ضل هون فترة طويلة. لو صار لي اي شيء رح تكون بورطة كبيرة. أنا أخذ كل شيء بعين الاعتبار. لك انا كم مرة بدي اعيد كلامي؟ صدقني انا ما بعرف شيء بنوب. اورهان ما كان يحكي لي اي شيء، ولو سألته كمان ما رح يرد علي. اسمعي، طلعي فيني. أنا بعرف إنك هددتي لأورهان بندرلي. وقلتي له إنه يمنع بنتك ليلى إنها تترك الشغل بالمعمل، صح؟ رح تحكي لي كل اللي صار بهديك الليلة واللي كنتي قصدتيه، وبالتفصيل كمان. كانت الليلة اللي انقتل فيها عمي، معناتها أنت كنت هنيك وبتعرفي كل شيء. شو اشتريتهم للخدم اللي عنا؟ مزبوط. أنا زارع أجهزة تنصت بكل قرن من البيت. تمام؟ سوزان خانم، هلأ الدور على حضرتك أنت. لو صار وحاولتي إنك تخبي عني أي شيء مثل ما قتلت وقتل أورهان بندرلي، أنت كمان رح أقتلك. يعني انت اللي قتلته لأورهان؟ ايه سوزان خانم، حابة تروحي على البيت ولا على جهنم؟ القرار هلأ صار عندك، تقدري تختاري. أنا رح أجيب شغلة من فوق وجاية فورا. تمام. استنيني. إيه؟ شو بدك؟ احذري لشوف وين أنا. شو بيعرفني انتي وينك؟ أنا هلأ قاعدة بالكافيه اللي بزاوية بيتك الجديد. إيه قلت بنشرب القهوة سوا وببارك لك فيه. كيف لقيتيني انتي يا؟ الظاهر نسيانة صاحبتي مع سوزان خانو. المسكينة غلطت وحكت قدامي، بس نسيت تعطيني رقم البيت. شو هو؟ تبقي انت بتخبريني مو هيك؟ يا قابلة، ليكي أنا ما بحب أسلوب الأمر هاد. أنا وحدة مشغولة وسمعتي بتهمني، الأحسن تمري لعندي بوقت تاني. ماشي؟ هلأ هيك صار الحكي معي سلام خانو؟ بلا ما نخسر بعضنا. وانت بتعرفي انه نتيجة الفحص الأصلي تبع DNA معي، وأكيد ما بدك يعني يشرب القهوة بمكان تاني. تمام، خلص بلاقيكي هونيك، بس ما عندي وقت كتير لضيعه. تمام. يلا، شو منا طالعين؟ لك أنا تذكرت كان عندي شغلة، أنتي اطلعي أنا بساويها وبلحقك بعدين. ايه ماشي، بشوفك هنيك. يلا مع باي. السلامة. قال امبارح راقبتها لسلام والحية الكبيرة. لا تطلع هيك، ماجدة خبرتني. قول يلا. سوزان لوين راحت هي وهديك البنت من وش الصبح؟ مو لأي مكان. كيف يعني؟ يعني وصلتها لسلام على الشغل، وبعدين هي راحت لحالها على مول قريب من هنيك، ما راحوا لمكان يعني. بيكونوا حسوا انه في حدا وراهم عم يراقبهم. المرة الجاية انتبه اكتر.
يعني لو كان عندي نص فضول بعض الناس كنت لقيت قاتل أبي قبل الشرطة. الشرطة قالوا لي إنه قال له الاحتمالات كتير، وقريبا رح يعرفوا مين هو. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. وينها سوزان ليلى؟ شو يعني وينها؟ لسه المرحوم ما خلص ال40 تبعه، والأم وبنتها ما صدقوا إمتى يطلعوا برا البيت وما يرجعوا ما شاء الله. أورهان، أنت قديش كنت حاميه وصاينه لهالبيت، عينك تشوف. ما هي نور، شو قصدك أنت بهالحكي؟ ولا شيء، ما أجت على البيت من هيك عم قلك. شلون يعني ما أجت؟ أبصر وين بتكون نايمة. وليش ما خبرتوني قبل هلأ؟ وين بدها تكون راحت؟ ما بعرف. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التخطيط. تليفونها مسكر. الرجاء المحاولة لاحقا. ومو معقولة إنه ما تجي على البيت لهذا الوقت ومن غير ما تخبر حدا. دخيلك يا بتكون راحت تلعب قمار وناست ونامت عند سويم. أهل البيت بيكونوا من زمان لاحظوا غيابي عنهم، وهلأ ليلى بتكون وقفت الدنيا على رجل وحدة. سوزان خانم، بتقدري تقولي لي ليش ليلى بتكرهك لهي الدرجة؟ وهي من وين جبتها؟ من نظراتها ما فيها محبة، مليانة كره، مع أنها مع غيرك طيوب كتير وبتحب الكل. أنت غلطان كتير يا أفندي، وليلى بتحبني كتير. يمكن كمان لأنها بتعرف أي نوع من البشر أنت، وشايفة كل هالسواد اللي جواتك. كل هذا حكي فاضي، يبدو إنك عم تهلوس وتخرف. ليكي أنا كمان صبري له حدود، صدقيني. وهلأ احكي لي لشوف، كيف بلشت علاقتك بعمي؟ وبأي نية قربتي منه؟ تحت هاي الظروف ما رح اقول لك اي شيء سيد امين. معناتها حضرتك بدك يعني صعب عليك الظروف أكتر شوي. موقع بانل. يا عيني يا عيني سلام خانو، وبالأخير لهفتي للبيت، بس إذا بدك الحق بتستاهلي. كل هذا الكذب اللي انت كذبتيه مو شغلة سهلة بنوب. ايه والطابو امتى رح تاخديه؟ ما بعرف، ما حكينا بالموضوع. احكي معناها، بس يصير بإيدك بتبيع البيت، وبتعرفي مثل ما اتفقنا النص بالنص. في شي كمان، شايفة هذا الخاتم؟ حقيقي هاد؟ طبعا حقيقي، شو مفكرة لكان؟ أخذته من سوزان خانو. شفتي أنا ما بخبي عنك شي بنوب. بالميتة هالخاتم بيسواله شي 20,000 ليرة، بس انت اللي رح تجيبي لي كفالته لهذا الخاتم. كيف بدك يعني لاقي كفالته لهاد يا ترى؟ هذا الموضوع ما بيهمني بنوب، فتشي غراضة لسوزان خانم ولاقيه. صبيحة، الظاهر انتي مفكرتيني حرامية. ليش انت شو؟ طلعي على حالك بالمراية، معقول مالك ملاحظة انك سرقتي حياتها لأغلى رفيقة عندك؟ مالنا بالطويل، أنا فكرت بكل شي. هاي الحبة رح تحطيها بقهوتها لسوزان، مفهوم؟ وبس تنام بتدوري بالبيت على راحتك، وهي وحدة للاحتياط تحسبا إذا صار معك شي. طلعي فيني وليه؟ انتي بدك تقتليها للمخلوقة؟ لك شو هدول الحبوب يا؟ لا تخافي بنتي، ماني ناوية على هيك شي. إذا هالكفالة ما اجت ما رح تخلصي مني بنوب. خلينا نقطف العنب بالأول وبعدين منخانه للناطور. تعرفي شغلة؟ انتي أكيد لما كنتي ببطن أمك أكلتي قلبها كمان. وحدة فاجرة. لا تعطيها الحبتين سوا، وحدة منهم بتكفي إنه تطرح فيله أكتر كمان.
الحقيقة أنا وعمك حبينا بعض كتير وعشنا أيام حلوة كتير سوا، وهديك الأيام كان عم بيحاول يكبر شركته وكانت عيون الكل عليه، كانوا عم يستنوه ليغلط وهو كان كتير متحمس. وبعدين اجوا لياخدوني، عرفوا اني هون ورح تتحاسب على اللي عملته. انا هون تعي لهون، اصحك تنطقي لي كلمة واحدة والا رح تكون اخر كلمة لإلك، فهمتي؟ خلصي ولا كلمة، خلصي عم قلك والا بقيت لك قدامي اللي على الباب. ها ابري هون لنشوف. اسمعيني منيح، رح تبقي هون لحتى ارجع من غير ولا كلمة، مفهوم؟ واوعك تفكري تتحركي من مكانك. طيب. ياقوت، أمين بيك؟ انتي شو عم تساوي هون؟ أنا يا ريتك خبرتيني قبل ما تجي. أنا بس جبت لك هاد كيك بالبردقان، أنا عملته. لما عرفت إنه حضرتك دفعت لنا أجرة البيت حبيت إنه أتشكرك. طبعا اللي دفعت لنا يا رح نرجع لك يا، نحن قبلنا على إنه دين مو أكتر. ياقوت، أنا ما دفعت أجرة شي. أنت ما دفعتها؟ لا ياقوت، ليكي أنا أصلا ما عندي وقت. أنت خدي لها هذا الكيك وأعطيه للي دفع لكم الإجرة، ماشي؟ كان لازم اتصل، أنا آسفة على الإزعاج، بس أكيد ما رح ترجعوا معي كل هذا الطريق وتخجلني. خليه بتاكله مع ضيفة حضرتك. تمام، يسلموا دياتك. بالإذن هلأ أنا مستعجل، باي. شفتي شلون يا مدام؟ ما حدا سأل عنك، تفائلتي على الفاضي. أيوة صحيح، وين كنا؟ كملي لو سمحتي، أنا كتير متشوق. نعم. شو أخبارك سلام؟ وينك أنت؟ كنت رح تجي تاخذي أغراضك، قلت بطمن عليكي. أنا على الطريق جاية. رح تجي تساعدني يعني؟ كنت بيجي إذا عجية، بس غالبا لو اجيتي أنت برأيي بيكون أحسن، لأنه يزن عامل حادث. شو؟ وهلا مو حلوة اتركه لحاله. أنت عم تمزح؟ لا عم امزح ولا شي، ليك السيارة تحت صارت للكب، كان عم يسوق سكران والظاهر مو عباله السيارة. لا تقولها يا. تمام، جاية بعد شوي. انتي بدل ما تحكي على التليفون مو لازم تكوني مشغولة بجلسة رومانسية مع الكيك؟ هيك كان لازم يصير، بس مالي حظ. أنا مو منيحة أبدا سلام. شو صار؟ شبكي ليش عم تبكي؟ أمين بيك مو هو اللي دفع الإجرة، والكيك كان رح يرجعوا معي لأنه ليلى خانم كانت هنيك. شفت شنطايتها، يعني كم مرة نجحت ببهدلة حالي قدامه. خلص اهدي شوي. انتي طلعتي بالباص؟ امتى جاية لهون؟ وينك انتي؟ أنا هلأ قدام الموقف اللي قدام المدرسة. تعي بسرعة لو سمحتي. تمام، جاي فورا. تفضل. يسلموا.
ما بدك تحكي شو صار لك؟ والله أنا كثير أخذ على خاطري منك. ليش؟ بدها ليش؟ أنا بحكي لك كل شي عني. أنا بشوفك قريب مني دائما، بس أنت ما بتثق فيني وحتى ما بتجاوب على الأسئلة تبعي. انت ما دخلك بشي هاكان، انا بس ما بدي احكي واتذكر اللي صار. ياقوت المشكلة مو هيك؟ صاير شي بيتعلق فيها؟ لساته تليفون امي مسكر. انت اتصلتي بسويم خانم؟ لا. ليش؟ انت عادة مو بتعرفي وين بتكون اللعبة؟ تليفونها مسكر من الصبح، رح موت من قلقي عليها. لازم اعرف وين هي بتكون لحتى نتصل فيها. وقفي لاتصل فورا. أورهان كمان كان هيك مختفي. شو عم تقولي؟ طلع من البيت وما رجع بعدها. انشقت الأرض وبلعته للرجال. يعني ما هي نور، كيف بتحكي هيك حكي؟ معقولة انت؟ عم كذب أنا ليلى؟ مو مرينا بنفس الموضوع من قبل؟ يلا اتصلي بسويم خانم يلا. سويم حبيبتي مرحبا، شلونك؟ كيف بدي يكون يعني؟ يسلموا يا عمري يسلموا. سويم بدي اسألك، امبارح كان في شي لعبة بشي مكان؟ كيف ما كان في؟ سوزان طلعت من البيت على انه كان عندها لعبة ولهلا لسه ما لها اثر. ليكي ليلى كمان جنبي وقلقانين كتير. لو عرفتي اي شي خبرينا فورا لو سمحتي يا عمري. تمام. إذا الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق. لساته تليفوننا مسكر. وقال امبارح ما كان في لعبة، لك أنا كمان بلشت أقلق. أنا رح أتصل بالشرطة. إذا ما مرقت 48 ساعة ما بيعملوا أي شيء. شو نعمل؟ رح نستنى هيك؟ وقفي أنت كمان لا تتوتري، اهدي شوي. هاي سوزان اللي بيخطر ببالها بتعمله. بتكون ما تحملت أكتر وراحت على قبرص، ولأنه رح نمنعها ما خبرتنا. لا، من غير ما تخبرني ما بتعمل هيك شيء أبداً. لا إله إلا الله. سلام، أنا كتير متضايقة. خلصنا لبقى تبكي. لا تبكي يا انت عملتي اللي عليكي. هو كمان كتير زودها، يرساله على بربقة. قرار شو اللي بده ياخده، مو هو اللي دفع الإجرة. تمام، بنحكي بعدين بالموضوع، بس لازم نروح لعند يزن. عرفتي انه عمل حادث؟ عن جد عم تحكي؟ كيف هو؟ على حسب ما فهمت انه ما صار له شيء، بس قال السيارة صارت للكب. ما عم صدق. يلا تعي لنشق عليه سوا بلا ما ننطره للتاكسي. كل هذا الطريق اجيتيه بالتاكسي؟ مو وقته ياقوت. تفضلي، هاي مفاتيحكم الجديدة. شكرا إلك. من هلا صار فيكم تقعدوا بالبيت لسنة كاملة، بس بعد هيك أنا ما دخلني بشي. مو على أساس الجيران متضايقين منا، كيف حليتها هاي؟ بنتي بأي قرن نحن عايشين؟ يعني شو فيها إذا تمدنوا شوي؟ نحن ناس مودرن لكان. لأنه شفت المصاري صرت واحد مودرن. الله يعمي عيونكم العمى، والله إذا بيطلع بإيدكم لحتى تبيعونا نحن كمان. أوف. شو ما في أي أخبار لسه عن خالد سوزان؟ لا ما في، ما ضل حدا وما اتصلت فيه. هي مو حاكية مع حدا وما قدرنا نعرف وين بتكون. يا الله، شو رح نعمل هلا؟ شو فينا نعمل؟ رح نستنى. ما هي نور، بينك وبين امي مو صاير شي؟ ما مثل شو؟ شو بيعرفني؟ يعني ممكن تكونوا متخانقين او مسمعين بعضكم حكي، يمكن متضايقة منك وراحت لشي مكان. شو يعني؟ أنا المسؤولة عن ضياعها للست سوزان؟ هذا اللي حضرتك بتقصديه يعني؟ لا أبدا، أنا ما عم بتهمك بأي شيء، بس حبيت أعرف إذا في شيء بيناتكم. بكفي بقى. سوزان خانم دايرة على حل شعرها وأنا بتحمل مسؤولية غيابها. بكفي. ها؟ تفضلوا، شرفت. ياقوت أنت شو عم تساوي هون؟ بعد اللي عملتيه بيزن بأي وجه جاي لعندي؟ أنا؟ ما عملت شي ليزن. شو هي القصة كمان؟ مرت عمي ليلى
اهدي شوي. يزن بسببك عمل حادث يا خانو، وكان ممكن يكون هلأ ميت. أنا عن جد ما عملت له شيء أبدا، وماني فهمانة عن شو عم تحكي. أنا وثقت فيكي يا قوت، ويزن كمان وثق فيكي، بس أنت شو عملتي؟ كذبتي علينا كلياتنا بكل وقاحة، وبعد ما سامحتك كمان كملتي بكذبك. بس دقيقة، شو الموضوع؟ بأي حق عم تبهدليها هيك؟ ما عم بقدر أفهم. أنت لا تتدخلي أبدا سلام، برأيي رفيقتك بتعرفي منيح شو عاملة مع يزن. ما ضيعتي أي فرصة ما هيك؟ بالأول أمين بعدتيه، وهلأ عم تحاولي تأذي ابني وما رح أسمح لك بنوب. صدقيني أنا ما عملت هيك شيء أبدا، وما عم بفهم ليش عم تحاكيني بهالطريقة وتلوميني. لك وينها سوزان؟ شو عم يصير هون؟ وانتو شو جايين تعملوا؟ فوتي شوي لجوا يا قوت، لازم نحكي. ماشي بنحكي، ويمكن تفهميني عن شو عم تحكي. تفضلي. شو كنتي عم تعملي ببيته لأمين امبارح بالليل؟ طيب لنقول انه قبل ما كنتي بتعرفي بعلاقتنا، فيكي تفهميني شلون انتي بتنامي عنده بالبيت؟ امبارح ما كان عندنا مكان ننام فيه أنا وروان. لكن ما كان عندكم مكان تناموا فيه. أنا ما عاد صدق أي كلمة منك يا قوت. بمجرد ما شفتي إنه نحن متخانقين فكرتي تنتهزي الفرصة، ما هيك؟ ولا هي اللعبة صار لها زمان مبلشة معك وأنا ما بعرف؟ يلا اعترفي لشوف. أنا ماني مضطرة لأعترف لحضرتك بأي شيء، وصدقيني إنه خاب ظني بحضرتك كتير. ليش؟ لأني وقفتك هيك وعم حاسبك، ولا لأني عم صارحك بحقيقتك؟ لا، أمي كانت تقول اللي ما بيقدر يثق بالناس بالحقيقة هو ما عنده ثقة بحاله. مشان هيك لا تفكري إنه رح تطلعي حالك على حق بهاي الكلمة. يزن شافكن هنيك، كمان كنتي لابسة بيجامته لأمين، وبعدين اجى ركض لهون وحكالك اللي شافه من غير ما يفهم انه كل اللي شافه غلط. كتير عيب. عيب شو يا؟ ليش شو عملت انا؟ تركيهم شو ما كانت مشكلتهم بحلوها بين بعض. يلا تعي. تركني بهذا الحكي، مو بس عم تظلميني انا، كمان عم تظلمي لأمين بيك. وكرمال انه نحن ناخد راحتنا راح الزلمه ونام بالاوتيل. يا ريت لو حكالك بنفسه هذا الشيء من شوي. قلتي من شوي؟ انت شو قصدك بهالحكي؟ انت ما كنتي عنده؟ ليش ما حكيتي معه بالموضوع؟ لا انا ما كنت عنده. انت من وين بتجيبي هذا الحكي؟ انا كنت رايحه اتشكره ومن الباب شفت شنطاية حضرتك. وشو عرفك انه هالشنطاية شنطايتي انا؟ لانه شبهت لشنطاية حضرتك، كانت بوردو ولميع. شنطاية بوردو ولميع؟ ايه. مستحيل. ياقوت شو صار؟ لوين راحت؟ انا كمان ما فهمت. قلت لها اني شفت شنطايتها ببيته لأمين بيك. ايه، والظاهر انه ما كانت شنطايتها. لوحدة تانية؟ إيه لا، مو معقول. شو عم تعملوا انتو هون لهلا؟ تعالوا لجوا بقى. شو بدي اقول؟ اذا بدك تروحي رح اتفهمك، حتى بعطيكي مفتاح المضافة. لا، بالاول لازم شوف يزن واحكي معه. ما في داعي حبيبتي، بعدين اصلا كل شي صار ورا بعضه، بلا ما يتضايق كمان. بالعكس اذا ما حكيت معه انا رح اتضايق. وينه يزن؟ هو فوق، بيكون بغرفة اللعب.
ليلى، شو لو كان أمين؟ ليكي ليلى، بدي منك تكوني حذرة كتير لحتى يلتقى هذا القاتل، عم تفهميني؟ يا ترى كان لازم اقول للشرطة انه لما فقت ما كنت جنبي؟ ليلى بلا تخفيف، أنا هداك اليوم فقت ورحت على السوبر ماركت وجبت الأغراض وإجيت، وأنت بتعرفي هذا الشيء أصلا. يزن طلع فيني، انت كل شي شفته بهداك البيت فهمته غلط. انا رحت لبيته لأمين بيك لاني كنت مجبورة، وبهداك الوقت ما كان في جنبي حدا غير روان. شو شايفتيني أهبل لتضحكي علي؟ أنا شفتك بعيوني عنده. لك ليش لكذب عليك؟ انا شو جابرني على هذا الشيء؟ وغير هيك من غير ما تفهم اللي شفته اذا مزبوط ولا لا، يا ريتك ما رحت وحكيته لغيرك. بيقولوا عن هذا الشيء افتراء. خربت الدنيا يا ولد. حبيبتي بترجاكي لبقى تضايقي حالك. خلص بتحكوا بعدين. هن مالن حق يحاكوني بهالطريقة، لا يزن ولا ليلى خانم، من غير حتى ما يفهموني او يسألوني. معك حق اكيد، بس بهالفترة الكل مو على بعضهم. موت أورهان بيك لخبط الكل، بتعرفي انتي. ما رح تزعلي مني لاني ما رح اجي مو؟ لا طبعا ما رح ازعل، هذا بيتك وهنن اهلك. بشوفك بعدين. مع السلامة يا قوت. كان كل شي ماشي منيح بيني وبين عمك صالح، لهيك خجلت خبره. ولما عرف بالصدفة اني على علاقة بأورهان صار مثل المجنون من غيظه مني. ما قدرت احكي له، وفكر انه عم ننصب له فخ، وقال انه رح يبهدلنا قدام كل العالم اللي بيعرفونا. لهذا السبب انتوا قتلتوا لعمي؟ لا انت فهمتني غلط، انا ما عملت هيك شيء ابدا. لك لكان مشان شو قتلتوه؟ أمين افتح، أمين افتح الباب. وليلى، أمين تعرف شي عن هذا الموضوع؟ لا، بشو أحلف لك هي ما كانت تعرف شيء. أمين اصحك تأذيها. أمين افتح الباب، بعرف إنك جوا. إذا بتعيدي مكانك من غير ما تصرخي ما راح أعمل فيها شي، عم تفهميني؟ أمين افتح الباب، أمين افتح. أمين ليلى، امي وينها امين؟ وانت شو عرفك انه امك عندي هون؟ امين شو عملت بامي؟ يا قوت ليك هون. أمي أمي ليلى انتبهي معه لا، كمان هو اللي قتله لأورهان. اللي قالته مزبوط؟ ايه
مزبوط هالحكي. ليلى، فكرتي انه رح تقدري تلعبي علي؟ أمين، أمي ما دخل بشي. اتركنا نروح نحن الاثنين. ليلى، ما في روح على أي مكان، لا أنت ولا أمك، وأنت كمان راح تقولي كل اللي بتعرفيه قدامي لشوف. ادخلي. ليلى حبيبتي، سامعتيني؟ أمي حبيبتي، أنت منيحة؟ منيحة أمي منيحة، لا تاكلي همي. أمين، ما فيك تحبسنا هون، أنت عم ترتكب غلط كتير كبير. غلط؟ ما طبعا. كانت أمك بلشت تحكي وما أحلاها، كانت رح تصل لوقت الجريمة. حابة تسمعي؟ وفكر انه عم ننصب له فخ، وقال انه رح يبهدلنا قدام كل العالم اللي بيعرفونا. حابة تسمعي عن العلاقة اللي بينه وبين أورهان بندرلي؟ شو عم يقول؟ كل هالسنين أمي وعينك كنت عينك كمان. وكرمال ما ينفضحوا قتلوا لعمي ليلى. لا، انا ما عملت له شي لعمك، بشو احلف لك؟ بقى تكذبي علي أكتر، خلص عليكي هونها. أمين، أمين الله يخليك اهدى شوي. أمي احكي الله يخليك اللي بتعرفيه. لما عرف صالح بعلاقتي بأورهان صار مثل المجنون، وأنا رحت على بيته مشان أحكي معه من راسي لراسه. أورهان كان هونيك وكانوا عم يتخانقوا. صالح فجأة مسك على قلبه، دواء كان هالطاولة، حاول يصل إله. أورهان ما خلاه ياخده، أخذ الأدوية ورماني على الأرض. ضربت راسي، ولما فقت كان صالح متوفي. انت لازم تصدقني، صدقني، انا ما كان بدي اياه يموت ابدا. كل الذنب كان على أورهان. انت وحدة مخيفة، مو معقول. انتوا الاثنين مخيفين. يلا قوصنا اذا بدك، واخلص منا نحن الاثنين، لحتى انا كمان اخلص منكم انتوا الاثنين. يلا لك قوصنا يا قاتل، قوص. يلا قوصنا يا قاتل، يلا قوصنا لنا كمان. قوص. انت واحد قاتل، لا تلمسني، بعد عني. ليلى طلع فيني، ما حدا رح يموت. لا تلمسني، عمل لك. ما حدا رح يموت ليلى، كل هذا بسبب سوزان، كل اللي صار بسبب. اعطيني هذا الشريط. امي شو عم بتساوي؟ ما بدي ادخل على السجن بدون ما اكون عملت شيء. عم اقول لك اعطيني الشريط. امي اتركيه من ايدك. كلمة واحدة، انا ما رح فوت على السجن وانا مو عاملة شيء بنوب. ما رح أعطيك إياه لهذا الشريط. هذا الشريط رح يصل للشرطة، واللي عامل شيء رح يتحاسب عليه. انا ما عملت شيء، انا بس حبيته لعمك، فهمت؟ عم تفهموني؟ انا بس حبيت، انا ماني عاملة اي شيء بنوب. سوزان خانم، أعطيني هذا السلاح قبل ما يصير أي شيء. امي اعطيه السلاح. يلا سوزان خانم، قبل ما يصير شيء لحدا أعطيني السلاح أحسن. امي اتركيه من ايدك.